امتى المحكمة الدستورية تتدخل قبل صدور القانون؟ مشروع القانون الحالي ما فيهوش يا جماعة حاجة اسمها إخلاء فوري أو طرد فوري بمجرد النشر. في الفيديو اللي فات وضحنا ان المحكمة الدستورية العليا ملهاش اختصاص تراجع القوانين اثناء مناقشتها او قبل صدورها من مجلس النواب، لكن في استثناء نادر جدا المحكمة في الاستثناء دوت يؤخذ رأيها وجوبيا في مشاريع القوانين قبل اصدارها. تعالوا بينا نفهم المعلومة الصح وامتى ده بيحصل، وهل القانون الإيجاري القديم يدخل في نطاق تطبيق هذا الاستثناء؟ الموضوع ده تم النص عليه في المادة الثامنة من الفصل الأول من الباب الأول من قانون المحكمة الدستورية، اللي بيقول إنه يجب أخذ رأي المحكمة في مشروعات القوانين المتعلقة بها أو بتنظيم عملها أو بتوزيع اختصاصاتها. يعني ببساطة لو في مشروع قانون بيتكلم عن تشكيل المحكمة الدستورية أو اختصاص أعضائها أو نظام العمل الداخلي فيها، يبقى لازم يعرض عليها قبل ما يصدر. لكن هل ده ينطبق بقى على مشروع قانون الإيجار القديم؟ الإجابة لا طبعا، لأن قانون الإيجار القديم ملوش أي علاقة، مش بينظم عمل المحكمة ولا ليه علاقة بتشكيلها أو عملها، يعني لا ينطبق عليه هذا الاستثناء الوارد في قانون المحكمة الدستورية، وبالتالي المحكمة لا تستشار فيه ولا يؤخذ رأيها بوصف مشروع قانون. لكن في نقطة مهمة جدا لازم نوضحها، وجهة أخرى مخول ليها مراجعة مشاريع القوانين. فبموجب التعديلات الأخيرة في اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتحديدا في المادة 175، بتنص على أن يجوز لرئيس مجلس النواب إرسال مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة لمراجعتها، وكمان يجوز للمجلس بعد الموافقة على المشروع في مجموعه أو مجمله وقبل أخذ الرأي النهائي عليه إنه يرسله لمجلس الدولة لمراجعته خلال أسبوعين على الأكثر. يعني في جهة ممكن تراجع القانون قبل صدوره وهو لسه مشروع قانون، بس مش المحكمة الدستورية وإنما هو مجلس الدولة. وعشان ألخص لحضراتكم إجابة التساؤل ده، المحكمة الدستورية هي جهة قضائية بتراجع القوانين بعد صدورها، يعني بعد ما القانون يتنشر في الجريدة الرسمية، وبعد النشر ده أي حد متضرر من تطبيق هذا القانون يقدر يطعن عليه بعدم الدستورية بالطرق القانونية المنصوص عليها بقانون المحكمة الدستورية العليا. والمحكمة بتراجع النصوص وتحكم وتقول هل القانون معروض عليها أو المطعون عليه مخالف كليا أو جزئيا للدستور من عدمه، وساعتها ممكن تبطل نص أو أكتر أو القانون بالكامل. حتى نرجع تاني لمشروع القانون الخاص بالإيجار القديم، لو البرلمان في الفترة الجاية ديت المقررة إن شاء الله في جلسة يوم 29/6 وافق على مشروع القانون ده ورئيس الجمهورية صدق عليه واتنشر في الجريدة الرسمية، يبقى هنا أصبح القانون خلاص كده نافذ، وساعتها أي مواطن أو جهة متضررة من تطبيقه تقدر تطعن عليه بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا. يعني حتى بعد صدور القانون الباب لسه مفتوح للطعن عليه. مشروع القانون الحالي ما فيهوش يا جماعة حاجة اسمها إخلاء فوري أو طرد فوري بمجرد النشر، في فترة انتقالية مناسبة للفصل في أي طعون ستعرض على المحكمة الدستورية في المستقبل، وبعد إصدار القانون ده طبعا في حالة صدوره. يعني مشروع القانون الحالي وكل الجدل الحاصل عليه ده مش نهاية العالم ولا نهاية الطريق، ببساطة واختصار، لأن الدستور فوق القانون. لو حابب تعرف أكتر أو عندك استفسار اكتب لنا في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك واشتراك عشان تساعدنا نوصل المعلومة دي للناس بشكل صحيح وفي أمان الله.